اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم اخواتي. اليوم ان شاء الله وصفات توب دو توب، بزاف بنان اقتصاديين. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوهم وحين تحصلوا واحد العصير يا البنات. حطوا الوصفه في عينيكم، بزاف هايله وبزاف بنينه. راح نديروا هذا الروز تاني بطريقه بزاف هايله اقتصاديه. راح نعطيكم مقادير بالضبط، يعني كيفاش حتى تحصلوا على روز يكون الفلفل حبه طير قدام خدها. دوك نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. خديت هنا 4 حبات نتاع الجزر البنات، يكون الحجم نتاعهم صافا لاباس هكا متوسطين. قطعتهم لطرونشات يكونوا رقاق. من بعد حطيت عليهم هنا الماء وزدت عليهم ملعقه صغيره هذيك اللي غنحركوا بها قهوه حليب نتاع مبشور البرتقال. اذا عندكم جديد ديروا جديد، اللي ما عندهاش دير كيما هذا اللي انايا عندي. دوك نقول لكم منين هذاك جبته. من بعد ندي كلشي نطيبو فوق النار. كي نشوفوا يعني الماء نقص بزاف، يعني الا شفتوه ما طابش تقدروا تزيدوا له الماء حتى يطيب معاكم، لكن كميه الماء اللي تبقى فيه هكذاك حوالي كاس نستعملوا هذاك الجزر هو والماء نتاعو. من بعد نضيف عليه نص كاس تاع عصير الليمون، ونزيد عليه هنايا علبه نتاع الياغورت كيما راكم تشوفوا هنا، ونزيدوا عليه السكر 5 مغارف تاع سكر، تروحوا حتى ل7، كل وحده على حساب الذوق تاعها، وثاني على الكونتيتي تاع الماء اللي راكم تضيفوها. ونزيدوا عليه البنات بلا ما ننساو هذاك مبشور تاع البرتقال اللي كنت قلت لكم عليه من قبيل. هذاك راهو بقالي كي حضرت مركز عصير البرتقال العام اللي فات، بقالي منه خبيته في الكونجيلاتور ونستحقوا ونجبدوا دائما. راح يعطي لكم نكهه جد مميزه لهذا يعني ما كاش راح يفيق باللي فيه الزروديه، يعني يبان 100% عصير البرتقال. سورتو قلت لكم كي ديروا له هذاك المبشور، يعني سوا جديد ولا هذا اللي تكونوا مخبيينه. من بعد حطيت في الاول نصف لتر تاع الماء، والنصف الثاني البنات خديت منه يعني نص الكميه. هذا يرجع لكم يعني كتذوقوا تعرفوا، اللي تحبوا ثقيل يعني ما تكثرش الماء، واللي تحبوا خفيف تكثر الماء. وهذا هو العصير تاعنا كيما راكم تشوفوا لهنا. القوام نتاعو يجي ما شاء الله. البنه واش نحكي واش نخلي لتعزيز النكهه. البنات اللي عندها مركز البرتقال، واللي عندها يعني لاباطاغون تاع البرتقال ولا لاباطاغون نتاع المشماش، تضيف له ثاني حيعطي له نكهه واو. كيما تقدروا تزيدوا له شويه تاع مركز البرتقال البنان ثاني حيعطيكم ذوق بزاف هذه يبان كوكتيل. من بعد نجيب هنايا البنات باش نحضروا هذوك لي بولات نتاع اللي حنا نرافقوهم بالرز تاعنا. قلت لكم حنعطيكم مقادير بالضبط تاع الرز اليوم. راح تحصلوا على رز ما شاء الله. حطيت هنا نص صدر نتاع الدجاج، وضفت عليه كميه قليله من البصل اللي كنت رحيته في الاشوار. لا كانت فيها البصله تاعكم الماء حاولوا كيفاش ما ديروهش. من بعد نجي التوابل هنا، درت الملح توابل الدجاج والفلفل الاسود، ونضيف هنايا شويه تاع ثوم بودره، ونزيد هنايا ملعقه صغيره نتاع فرينه وشويه من المعدنوس. هادو هما المكونات يعني اللي نحتاجوهم في في لي بولات. هذوما راح يجوا بزاف بنان. اللي ما عندهاش هنا حطيت ملعقه صغيره نتاع مارغرين، دائما ننصحكم تضيفوها في الصدر تاعكم تاع الدجاج. كما تقدروا تضيفوا في تانيك الزيت. هو حيعطي واحد الهشاشه هايله وبزاف بنينه في الاخر تاعكم الصدر تاعكم تاع الدجاج. ندير يديا في شويه تاع الزيت ونجي نكور الكويرات على حساب الحجم اللي انا حباته. من بعد كي نكمل كامل نكورهم، نجيبو هنايا مقله ولا طنجره صغيره نحط فيها كميه من الزيت وملعقه صغيره من المارغرين باش يتحمروا معنا بالخف هذوك لي بولات. من الاحسن تختاروا حاجه اللي ما تلصقش، وعسوا الزيت تاعكم حتى تسخن مليح والمارغرين، ومن بعد تبداو تقيسوه في لي بولات نتاعكم بهذا الشكل. راح يتحمروا معاكم بالخف، ما تقلبوهمش حتى نشوفوهم حكموا روحهم لتحتها. ونحاول كيفاش نحركهم مره على مره وشوفوا تحصلنا على لون هايل. يعني المارغرين هي اللي حتعطينا هاد لاكولر. ومن بعد دوك نكملوا نطلعوا المقادير كامل في هاد المقله اللي قلينا فيها هاد ليبولات. نحي كامل هاد ليبولات كما راكم تشوفوا نحطهم تكوتي. بعد نجيب بصله متوسطه الحجم كما راكم تشوفوا نقليها مليح، نزيد نربي عليها 3 سنينات نتاع الثوم بهذا الشكل. نزيد شويه تاع فلفل اسود، ونزيد شويه هنايا تاع الكركم اللي باش يعطينا لا كولور تانيك ويخطر لنا لاصوص تاعنا. وهنايا بلا ما ننساو يعني هذا اختياري، دائما نقول لكم حطيت نص حبه نتاع جامبو ماشي اكثر، يعني لتعزيز النكهه والبنه حتجي كتر واكثر، لكن نقول دائما اختياري.
ونكمل نقلي كامل هذيك البصلة والثوم، من بعد نرجع هذوك لي بولات بهذا الشكل مباشرة. نمرق، من الأحسن يكون هنايا الماء سخون ونغطي عليها البنات ونخليها طيب. دوك تشوفوا معايا، دوك نغطيها ونخليها باش تكمل أطيابها. هنا كيما راكم تشوفوا البنات، يعني كي نشوفوا هذاك الماء نشف منها، نجو ونحطوا عليها الكريمه. اللي ما عندهاش الكريمه تحط 4 حبات نتاع جبن، وتزيد عليهم حوالي كاس نتاع الحليب، حين تحصلوا على مذاق يعني تقدروا تقولوا فوتوكوبي. سورتو لا استعملتوا الفرماج يكون نوعيه مليحه وهذاك اللي يذوب بالخف. نطفي عليها ونخليها بجي، ومن بعد نجو باش نحضروا الروز. حبيت نعطيكم اليوم يعني مفصل هكذايا باش كامل ديروه كامل تنجحوا فيه سورتو المبتدئات. نجو البنات نجيبوا الكاس تاعنا اللي نعبروا به ولا اي حاجه حبيتوا تعبروا بها على حسب العائله تاعكم. حطيت كاس ونص نتاع الروز، يعني هذه الكميه حتكفي 6 افراد. من بعد البنات نجيو نغسلو بهذا الشكل. نكرر هذه العمليه 3 مرات، يعني كل ما نشوف الماء تاعي ولا بيض وندير يعني هكذا بيض، نشدو البنات ونحيلو هذاك الماء ونعاود ندير له ماء جديد وهي رايحه على 3 مرات. من بعد نجيبو هنايا صفايه ونحطو فيها الروز تاعنا حتى يقطر مليح ونشوفوه نشف. بعد ما تشوفوا الروز تاعكم نشف وتقطر مليح من هذاك الماء اللي فيه، نجيبو هنا كسرونه نحط فيها ملعقه كبيره تاع زيت وشويه ملعقه صغيره نتاع المارغرين، يعني ما حش نكثروا كامل ليدان كما راكم تشوفوا لهنايا. من بعد نجيبو هذاك الروز تاعنا بعد ما تشوفوه البنات، قلت لكم شوفوا كيفاش ولا ناشف، ما ديروش هو مشمخ بالماء نتاعو حيلصق لكم كامل والحبات تتكسر. نجو هنايا يعني نعملوا هاد الحركه تانيك ما تبالغوش باش ما يتكسرش الروز تاعكم، جوست تشوفوا الحبات نتاع الروز تاعكم تغلفوا بليدام اللي هي المارغرين والزيت، تماك البنات نقدروا نضيفوا الماء تاعنا. هنا نجو للتوابل البنات والمنكهات اللي تبقى دائما اختياريه، بصح اكيد حين يمدوا بالنهايله في الروز تاعنا. انا حطيت هنايا شويه تاع ثوم بودره، ضفت 2 وريقات تاع رند، عود تاع قرفه يعني يكون رقيق، وحطيت الحبات تاع الهيل. يعني اللي ما عندهاش تقدر تستغنى على اي حاجه في هذا. شويه تاع كركم للون، ونجو للماء. دائما كميه الماء ولا المرق راح تكون ضعف كميه الروز. يعني مثلا عندنا كاس تاع روز تقابلها 2 كيسان نتاع الماء، عندنا كاس ونص تاع روز تقابلها 3 كيسان نتاع الماء، عندنا 2 كيسان تاع روز تقابلها 4 كيسان تاع الماء وهي رايحه. القاعده هي كل كيلة نتاع روز تقابلها 2 كيلات نتاع السوائل، سواء مرق ولا ماء. هنا حطيت الملح، من بعد البنات حطيتها فوق نار تكون عاليه. كي شفتو بدا يغلي نقصت للنار كامل، غطيت عليه وخليته يطيب. لازم يطيب ابتي فو، يعني على نار اللي هي قليله بزاف. بعد مرور هكذاك 20 دقيقه نجي نحل عليه، نلقاه رجع معايا بهذا الشكل. شوفوا راهو سخون، يعني كي ترفدو تلقى الحبه تطير قدام خوتها. الوغ كي يزيد يبرد شويه. نجو هنايا البنات باش نقدموا الاطباق تاعنا نهار اليوم. راكم شفتوا البنات، يعني جو هنايا البنات كما قلت لكم باش نحضروا الاطباق تاعنا ولا نحطوا الاطباق تاعنا تاع نهار اليوم. يعني في وقت قصير حضرنا 2 وصفات هايلين يولموا الشهر الفاضل. صدقوني حين تحضروهم في وقفه ما يشدوش كامل اليد ويجوا بزاف بزاف بنان. تبعوا فقط البنات النصائح اللي عطيت لكم، سورتو البنات اللي يكونوا مبتدئات تقيدوا فقط بالمقادير طريقه التحضير. راكم حين تحضروا وصفات اللي هما بزاف بزاف بنان اللي يحمروا بزاف الوجه. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم وصفاتي للنهار اليوم. سورتو شوفوا البنات هذا عصير الجزر، جربوه على طريقتي شوفوا حيعجبكم بالبزاف. وهنايا حبيت تانيك نوري لكم كيفاش جا هذا الطبق، يعني بنتو بنا، يعني صدقوني شوفوا الروز كيفاش يجي طاير وحده، يجي مفلفل الحبه قدام خوتها كما راكم تشوفوا لهنايا. ماكمش رايحين يعني تندموا على الوصفات تاع نهار اليوم. لا كان جربتوهم وصفات لي بزاف هايلين ساهلين، يعني في طريقه التحضير تاعهم ولا حتى في المكونات تاعهم. واش نقول لكم البنات، لا كان عجبوكم الوصفات تاع نهار اليوم ما تنساوش تحطوا لي جيم وتعليق. نتمنى ان شاء الله يكونوا صح عجبوكم الوصفات تاع نهار اليوم. في فيديوهات وحدين اخرين ان شاء الله. دمتم اوفياء للقناه. نقول لكم نحبكم بزاف والسلام.